أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. لست إخوانيا، لست من الإخوان، ولست أصوليا، ولست متشددا، وفي نفس الوقت لست من عبد الشيطان أو لي سلوك ماج أو شيء من هذا القبيل. في الحقيقة أنا رجل تغربت عن بلدي سنين وسنين، وأعرف قيمة بلدي، وكنت أحس بالفخر عندما يتحدث مواطني الدول التي زرتها عن مصر بالعظمة، بيذكروا مصر بالعظمة والشموخ والحضارة. وليس لي هدف من هذه الحلقات إلا نشر الوعي والإحساس بقيمة الوطن والارتقاء بالخلق. هذا هو ما أريده من هذه الحلقات التي أظهر فيها معكم. الزعيم مصطفى كامل قال: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. الشاعر الكبير أحمد شوقي قال: وطني إن شغلت بالخلد عنه نازعتني عنه في الخلد نفسي. في ناس وطنية جميلة، مصطفى كامل، عرابي، يعني الناس طبعا كتبوا أساميهم بحروف من نور في سجل التاريخ. لكن ماذا حدث الشخصية المصرية؟ التاريخ بيقول إن حصل انهيار جامد في مسألة الأخلاقيات والانتماء. ده ما عشان نناقشه في هذه الحلقة اللي هي بعنوان المخابرات المصرية وكلاب السلطة. طبعا عنوان عجيب، لكن الحل في هذه الحلقة في يعني حاجة جديدة، شيء جديد من تحليل نفسي للمخبر وعميل المخابرات الحربية. نفسيته نحلل نفسيته من الداخل. كلاب السلطة، هؤلاء كلاب السلطة، نحلل نفسيتهم ونعرف الناس دي ازاي وصلت لهذا القدر من التوحش واللا آدمية. وهناك حيوانات عندها قدر من الحنان وعندها قدر من الخلق أكثر من هؤلاء عملاء المخابرات الحربية والمخبرية الداخلية، مخبري وزارة الداخلية. وأنا أعتقد أن وزارة الداخلية والمخابرات الحربية ما هي إلا وجهين لعملة واحدة. نشوف بداية مسألة الخيانة خيانة الوطن في الشعب المصري، وأنا مش كل الشعب المصري، لكن بدءا من خيانة الضباط العرابي في موقع الستال الكبير التي تسبب في هزيمته وبالتالي الاستعمار الإنجليزي دخل مصر. تاني حاجة خيانة القاضي اللي اسمه بطرس غالي في مسألة حسن الدشواي، وإزاي هو قاضي مصري لكنه عميل الإنجليز، وإزاي حكم بإعدام 13 فلاح بريء في حسن الدشواي المشهورة. نشوف إزاي الخيانة حصلت في حرب 48 وفضيحة مسألة الأسلحة الفاسدة. ده هنشوف هذه الحلقة. وأنا لست من دعاة التضليل ولا أي شيء ولا أي شهرة. أنا أريد أظهر الحق وأزهق الباطل، لأن أحب بلدي وليس قال عن هيرودوت إنها هيبتني. نشوف هذه الحلقة، نبدأ هذه الحلقة. في موال بيقول: بلدي يا بلدي والسلطة أخذت ولدي. ده كلام ابتدى من مسألة إن في أيام توفيق، أيام الحفر قناة السويس، إزاي مئات الألوف من الشباب المصريين راحوا واشتغلوا بالسخرة في حفر قناة السويس. بالسخرة، ما كانوش بيتخاطروا يعني، ومات منهم آلاف في مسألة حفر قناة السويس. ده أول خيانة من قائد هو الخديوي توفيق. وتمر السنين ويأتي العهد الناصري،
والمواجهة الفظيعة اللي حصلت بين الناس الأصوليين وهذا النظام، ثم نجد ظهور هذا الوحش البشري اللي اسمه حمزة البسيوني. نحلل بقى مسألة الإنسان المخبر اللي بيعذب المساجين. طبعًا حمزة البسيوني أغلب للأسف نزلاء السجن الحربي كانوا من الأصوليين، سواء إخوان سواء كذا وكذا، شيوعيين أي حاجة. نشوف بقى نحلل شخصية الإنسان المخبر اللي بيعذب المتهم. كما حدث مع صدام حسين الرجل متعطش الدماء، كان يحدث مع هؤلاء المخبرين. أعتقد إن 90% منهم قد تم إيذائهم جسديًا أو جنسيًا وهم في مرحلة الطفولة، تم اضطهادهم جسديًا أو جنسيًا في مرحلة الطفولة، وكبروا وترعرعوا وهم على هذا الحال من الكره لمسألة المبادئ والخلق، وجاءتهم فرصة من السماء عندما عملوا كمخبرين أو عملاء لكلاب السلطة، فرصة من السماء لكي ينفسوا عن أنفسهم هذه العقد التي حملوها في الطفولة، ويقوموا بتعذيب هذا أو ذاك، وإنهم أحفاد أمية بن خلف اللي كان بيعذب السيدة بلال، وأحفاد أبو لهب، وأحفاد يعني الناس اللي هم عتاة في الإجرام، عتاة في الحيوانية، كما كان أبو لهب وأمية بن خلف، والناس اللي هم عذبوا المسلمين الأوائل. دي هي التحليل الحقيقي والمنطقي لشخصية المخبر من كلاب السلطة. دول كلاب السلطة العاديين. نشوف بقى كلاب السلطة اللي على كبير، حمزة البسيوني وصلاح نصر في عهد عبد الناصر، المخابرات الحربية. هذا الرجل حمزة البسيوني يعني أعتقد يعني ده إنسان لا يمكن أن يوصف إنه إنسان. الأشياء والكوارث التي حدثت على يديه في السجن الحربي ويشهد عليها الكثيرين من نزلاء هذا السجن تؤكد إنه حيوان وليس إنسان. أحيانًا الإنسان أنا واحد من الناس اللي شُفت مثلًا في برنامج وثائقي أو كذا وكذا، إزاي إن أحد أنثى الفهد جعانة جدًا، لقت شمبانزي لسه مولود بقى له ساعات ما فكرتش إنها تاكله، قعدت تلعقه بلسانها تنضفه، وقعدت تلعقه كذا يوم، جاب له أوراق الشجر اللي يختط عليها، وإلى أن يعني دي حاجة يعني إلى أن بلغ بقى عنده آمن عليه من الخوف وكل حاجة، فتركه بعد أن عاد إلى أمه هذا الشمبانزي. الناس بتوع السجن الحربي والمخبرين وعتاة الإجرام وكلاب السلطة لا يرتقون إلى مثل هذا الحيوان المتوحش. قلبوا الرحمة دول ما فيهمش رحمة. دي حاجة لا تقول عن الناس اللي هم المخبرين والناس اللي أباطرة السجن الحربي والناس اللي بيعذبوا. ده كان في عهد عبد الناصر. يعني نيجي بقى لعهد حسني مبارك. يعني الناس اللي عاشوا عهد حسني مبارك يقول لك ده بقى يعني راجل بحرية، بص الحرية معاك واخترناه ويعني كلام وإننا كلنا قدرنا في عهد إن إحنا نتكلم ونقول الحقيقة. اتكلموا عن إيه؟ يعني الناس اللي هم كانوا بيتكلموا في عهد عمر كانوا بيتكلموا عن يهاجموا السادات، يهاجموا إسرائيل. هل حد منهم مس حسني مبارك بكلمة نقد لمصلحة الحرية أو لمصلحة المجموعة؟ ما أعتقدش. وفوق هذا ربنا ابتلانا في عهده بصفوة الشريف وحبيب العدل. صفوة الشريف وحبيب العدل كان ابتلانا في عهد عبد الناصر بهيكل وزير الإعلام القلم زائف وحمزة البسيوني وصلاح نصر، كان تماما كما ابتلينا بحبيب العدلي وصفوة الشريف. دول ناس يعني وشوفوا إن حتى موقعة الجبل اللي حصلت في هوجة 25 يناير واللي قام بيها مجموعة من عتاة الإجرام اللي هم البلطجيات اللي بتدعمهم البلد الداخلية في شكل هبجي، يعني بذيء هبجي جدا، هبجي وشكل يعني زميم مذموم، حاجة فظيعة، حاجة يعني
ولت العالم كله بقى بيتفرج علينا. وأنا أقول إن هذه الهوجة بينت للعالم أقذر ما في الشعب المصري وأحسن ما في الشعب المصري. الناس الشرفاء اللي قاموا بهذه الثورة اللي قعدوا يومين 3 في البداية، اندس بينهم الناس المغرضين واللصوص، وقاموا باقتحام السجون وتهريب المساجين، حرق المجمع العلمي، محاولة اقتحام المتحف المصري، غير عامل السلب والنهب وكذا وكذا وكذا. هي بالعدل اللي زبانيته قتلوا الراجل المسالم، شاب مسالم ليس له ذنب إلا إنه بيروح يصلي في الجامعة ال5 أوقات وملتزم دينين اسمه سيد بلال، قاموا بتعذيبه حتى الموت في قسم الشرطة. يعني وكان هذه الحادثة السبب في تفجر مسألة 25 يناير. الناس بيعذبوا حاجة يعني أنا باخده بالنسبة للعهد المصري زي ما قلت لكم إن أنا كنت في دول خارج مصر، وفي برضه بعض الناس الأجانب اللي عرفتهم، برضه ناقشت معاهم في موضوع مثلا إسرائيل والكلام ده. فالراجل الأمريكاني قال لي ما تنساش إن ناصر هو اللي ابتدى الحرب بإنه أغلق باب الأبديع والمندب، وبالتالي لم يعد لإسرائيل، وهذا ما كانت تنتظره إسرائيل إنها تجد بس حاجة تسبب إنها تقوم بالعمل 5 يونيو وتؤدي للنكسة الفظيعة. هذا الرجل محاق جدا. هاي عناصر لم يكن لها أي حنكة سياسية في الأمور السياسية، وراجل بتاع زعامة وشعارات، وللأسف الفنانين قعدوا ينفخوا فيه. عبد الحليم يقول يا أهلا بالمعارك يا بخت من يشارك. عبد الوهاب يقول ناصر والخطوة الجاية على الصهيونية. يعني الراجل طبعا يعني دي مأساة فعلا حصلت وجريمة لا تغتفر في حق الشعب المصري هذه النكسة. وأنا بقراءاتي عن العهد المصري وزبانية السجن الحربي لم أستطع كتمان هذا، وأصدرت مجموعة قصصية، هذا مش دعاية ولا حاجة، في مجموعة قصصية أصدرتها اسمها صفقة على شرف امرأة، صفقة على شرف امرأة. أتحدث عن العهد المصري وإزاي الناس بتوع المخابرات إزاي بدل ما يحاربوا إسرائيل يوجهوا أسلحتهم، سواء الخبرة الذكاء بتاعهم، الغباء يعني الذكاء ذكاء مدمر يعني، بدل ما يوجهوا طاقتهم لمحاربة الموساد الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي، أصبحوا يرتدون شق المفروشة وعلاقات دنيئة بشبكات الآداب. هذا ما قلت في قصتي وتدعى اسمها شفقة على شرف امرأة، تفضح ما كان يحدث في العهد المصري وهكذا وكذا. أنا طبعا ما بقولش. ننتقل بقى الآن إلى العهد الحالي، إلى المعاصر الحالي. أنا طبعا يعني لا أخاف الحق، لا أخشى الحق يوم تلائم، وبقول إن العهد الحالي للأسف غلط غلطة أنظمة الحكم في العراق أثناء صدام حسين، ليبيا أثناء قذافي، سوريا في هذا العهد الحالي اللي هو بشار الأسد. إزاي؟ ال3 أنظمة اللي قلت عليهم دول، العراق وليبيا وسوريا، 2 منهم سقطوا، اللي هو العراق سقط فيه صدام حسين نظام وسقط، وليبيا طبعا ليبيا قذافي اغتيل ومات، وطبعا لسه بشار عمال يعيش في الأرض فسادا. هنشوف وجه الشبه بين النظام الحالي وهذه الأنظمة الثلاثة. عندما يريد أي رئيس إن هو يستمر في السلطة لأقصى وقت ممكن، لأقصى وقت، يستعين بأقربائه لأنه يثق فيهم ثقة عمياء، وإنهم هيموتوا أي صيحة انتقاد أو أي صيحة غضب أو صيحة حق، ويستعين بأقربائه في كشف المستور وأي شيء يحدث ضده. هو هذا هو الفخ الذي وقع فيه رئيس النظام الحالي عندنا عندما قال صدام، اللي يعني الراجل المتعطش الدماء،
اللي بعد 3 أيام من توليه السلطة في العراق عمل اجتماع لحزب البعث الحاكم في العراق، وتكلم عن مؤامرة وهمية، وحتى يرهب الناس جعل هذه الجلسة مذاعة على الهواء، وقام قال اللي هقول اسمهم اللي في الورقة دول هقول اسمهم يخرجوا بره القاعة، وخرج 22 واحد بريء من قاعة الخلد إلى الخارج ليسمع طلقات الرصاص سمعت على الهواء في العراق في هذا النظام البربري. ده النظام البربري اللي هو صدام الرجل المتعطش الدين. نفس الشيء حدث في ليبيا. الناس اللي بثق فيهم القذافي او بكر يونس والخروبي دول ناس يعني مش عارف يعني دي حاجات غريبه. وللاسف الدول العربيه دي اكتر دول فيها فساد واسراف. انا اعتقد ان اساس كل هذا بدون ما نخرج عن الموضوع بنادي ان الانسان اللي هو فاسد والناس المخبرين الذين لا يخشون الله لهم جذور في حول العالم. يعني نشوف في امريكا الجنوبيه ازاي العصابات المخدرات بتسيطر بالقوى المسلحه على مقاصد الامور. نشوف في التسعينات من القرن الماضي في دولة اسمها رواندا ازاي تم قتل مليون انسان بريء في رواندا في مذابح اللي هي حدث في رواندا في التسعينات، وتم قتل وذبح 750 ألف واحد في رواندا بقطع رؤوسهم بالفؤوس. وشوفنا مسألة التطهير العرقي في البوسنة والهرسك ده كان في التسعينات. أشياء يشيب لها الولدان وتخر لها الأبدان. وأنا أرجو من هذا النظام اللي هو النظام الحالي إن هو ما يغلطش غلطة صدام، ما يغلطش غلطة القذافي. وشفنا وشفنا إزاي السلطة بتحالف مع البلطجية. وزارة الداخلية تم ان البلطجي المعروف اللي اسمه صبري نخنوخ الذي يعد احد اباطرة الاجرام والمخدرات في مصر، واللي هرب من السجن في احداث 25 يناير، وعندما حكمت عليه المحكمة بسجن مؤبد تم الافراج عنه بعفو رئاسي. هذا يضاف إلى أخطاء هذا النظام الساكت على الحق وهدفنا هو التنوير. نرجو إن لازم مفيش معارضة. مصر مفيش معارضة، فيها تكتل دي مصر وخلاص. مفيش معارضة، فين المعارضة؟ الناس اللي بيخشوا ضد الرئيس الانتخابات، الناس اللي معروف عنهم الوطنية والنخوة وكل حاجة بيتم سجنهم. الناس اللي هم بيسمح لهم بدخول انتخابات الرئاسة بيكونوا للأسف من أصدقاء الرئيس وموالين له. وأول ما جه الحكم عمل تعديل في الدستور عشان يقعد أكبر فترة ممكنة في الحكم، وده غلطة ويقع فيها كل الدكتاتور كما كان هتلر وصدام والناس دي وقذافي. ده كلام بنقوله إحنا عايزين مصلحة الشعب الكادح الذي يئن تحت وطأة الفقر، بينما قلة من المليارديرات رجال الأعمال وبعضهم للأسف على اتصال بالسلطة. ده يعني شيء مقزز. وشفنا ازاي ان الطائرة اللي انهبطت في زامبيا من كذا شهر كان على متنها 6 رجال اعمال من المصريين والاجانب، كان على متنها سبائك مئات من سبائك الذهب، ملايين الدولارات، اسلحة متطورة. 2 من هؤلاء رجال الاعمال على علاقة بنجل الرئيس، وتم التعتيم على هذا الحدث. هدفنا هو المصلحة، هدف ان احنا نقول لا بد ان يكون هناك الرأي والرأي الآخر كما في إسرائيل. تعلموا من أعدائكم. الحرية بتولد الرفاهية، الحرية تولد الرفاهية. كل اقتصادنا مبني على المساعدات، على حاجات موجودة انها على القناة، إيراد القناة وكذا وكذا. مفيش حاجة بنعملها، مفيش حاجة بنبتكرها، مفيش ابتكار. دي صيحة حق أطلقها كان يستمع عليها أصحاب القرار. وأرجو أن تكون هذه الحلقة نالت استحسانكم،
وآلها بالله طالما فشلت، آلها بالله طالما فشلت. والسلام عليكم ورحمة الله على سيدنا.